السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، رجعنا لكم فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هناخد مراجعة على الوحدة الأولى جبر، اللي هي كانت حل المعادلات، سواء معادلتين من الدرجة الأولى أو معادلة من الدرجة التانية في متغير واحد، أو معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة التانية في متغيرين. تمام، ده اللي احنا أخدناه، ونزلنا طبعا شرح الفيديوهات دي كلها. هسيب لكم لينك قائمة التشغيل فوق على الشاشة، تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات اللي نزلت سواء شرح أو حل تمارين. تمام، فالنهارده هناخد مراجعه على الوحده الاولى جبر، والمراجعه مهمه ولذيذه، وانا بشرح او بحل المسائل طبعا كالعاده هشرح وانا بحل. تمام، هسيب لكم لينك كمان جروب التليجرام تحت في الديسكريبشن، بنشارك مع بعض. اي حد بيكون محتاج اي حاجه بيبعت، وانا كده كده في الجروب لو مش موجوده او لو مش اونلاين زمايلك بيردوا عليك. تمام، فيلا بينا نبتدي. وهنا بيقول لي اول حاجة، اولا اختر عدد حلول المعادلة س تساوي 7. اولا س تساوي 7 دي معناها خط مستقيم بيوازي محور الصادات. لما تيجي ترسم ان الس تساوي 7 دي كأنها خط مستقيم بيوازي محور الصادات وبيقطع محور السينات عند النقطة 7. فعدد الحلول الخط المستقيم ده ليه عدد لا نهائي من الحلول. كل ما تعوض عن قيمة السين ب7 ممكن الصاد تطلع لها قيمة مختلفة. يعني ممكن يبقى الزوج المرتب 7 و0، ممكن يبقى الزوج المرتب 7 ب1، ممكن يبقى الزوج المرتب 7 و3، وهكذا. فعدد الحلول هنا عدد لا نهائي من الحلول. عدد حلول المعادلة 2 س ناقص 3 ص تساوي 6. ده برضو يا مس هيطلع خط مستقيم، ايا بقى كان شكل الخط المستقيم، بس المهم ان هو هيطلع خط مستقيم. هيبقى فيه عدد لا نهائي من الازواج المرتبة، او العلاقة ما بين س وص. الازواج المرتبة اللي هتطلع ما بين س وص عدد لا نهائي. كل ما الخط المستقيم هيستمر في ان هو في اتجاهه او هيستمر في الاتجاه بتاعه، كل ما هيعمل ازواج مرتبة اكتر. طبعا احنا ملناش نهاية، فلذلك الخط المستقيم عدد الحلول ليه ملهاش نهاية. دي لو معادلة واحدة فيها متغيرين، لكن لو معادلة واحدة وفيها متغير واحد عدد الحلول حل وحيد بس. عدد الحلول ايه؟ حل وحيد. دي لو معادلة واحدة وفيها متغير واحد، لكن هنا عدد حلول المعادلة دي عدد لا نهائي. عدد حلول المعادلتين س زائد 2 ص تساوي 5. تمام، والمعادلة التانية س ناقص 2 ص تساوي -1. طبعا عندي معادلتين من الدرجة الأولى فيهم متغيرين اللي هما الس والصاد، والمعادلتين من الدرجة الأولى هحل لا إما عن طريق الحذف لا إما عن طريق التعويض. وهي جاية إن أنا أحلها حذف على طول. هحذف 2 ص مع -2 ص، هيتبقى لي إيه؟ س زائد س 2 س. 5 ناقص 1 4. هجمع المعادلتين أقسم على الاتنين، يبقى السين هنا قيمتها بكام؟ ب2. يبقى السين هنا قيمتها بكام؟ ب2. تمام؟ طيب دلوقتي ركزوا كده معايا، يبقى السين قيمتها بكام؟ ب2. طيب يبقى انا عندي مجموعة الحل هنا السين قيمتها ب2. هعوض في اي معادلة هجيب قيمة الصاد. 2 زائد 2 صاد بتساوي 5. هودي الاتنين دي بعكس الاشارة، محدش يقول 2 زائد 2 4. دي مش حدود متشابهة، دي مش حدود متشابهة. يبقى 2 ص هتساوي 5 ناقص 2 هيديني 3. هقسم على الاتنين يبقى الصاد قيمتها ب3 على 2. يبقى الزوج المرتب السين قيمته ب2 والصاد ب3 على 2. تمام، هو بيقول لي عدد الحلول، اصلا ده هو عايز عدد الحلول مش عايز مجموعة الحل. معلش يا جماعة، عدد الحلول بيبقى حل وحيد او مفيش حلول او عدد لا نهائي من الحلول. امتى اعرف ان عدد الحلول ده حل وحيد، وامتى اعرف هو عدد لا نهائي من الحلول، وامتى اعرف هو ملهاش حل اصلا؟ كنا بنقول لو انا عندي المعادلتين على صورة أ1 س زائد ب1 ص هيساوي ج1، والمعادلة التانية على صورة أ2 س زائد ب2 ص بيساوي ج2. كنا بنقول لو انا عندي أ1 على أ2 لا تساوي ب1 على ب2، اولا لازم تكون المعادلتين في الصوره ان الس والصاد في طرف لوحدهم، والحد المطلق اللي هو ما فيهوش لا س ولا صاد في طرف لوحده. تمام، ونرتب وناخد معامل السين على معامل السين. تمام، ان انا عندي معامل السين هنا على معامل السين هنا
لا يساوي معامل الصاد على معامل الصاد، يبقى دي معناها ان هي حل وحيد، ودي معناها ان المستقيمين دول مالهم متقاطعين، معناها ان المستقيمين دول مالهم متقاطعين. طيب دي اول حاجه، خلاص انا كده عرفت امتى المستقيمين يبقى ليهم حل وحيد. طب لو المستقيمين مالهمش اصلا، مالهمش حلول، قال لي ما يبقاش لهم حلول لو انا لقيت الف واحد على الف اتنين معامل السين على معامل السين بيساوي معامل الصاد على معامل الصاد لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق. لو لقيت ان المعاملات بتاعت السين على المعاملات بتاعت الصاد متساوية بس ما بيساووش الحد المطلق مع الحد المطلق، يبقى المستقيمين دول ملهمش حل، لا يوجد حل، عدد الحلول صفر. عدد الحلول ايه؟ صفر. وهنا عدد الحلول حل واحد، والمستقيمين دول بيبقوا متوازيان. طيب لو انا لقيت يا مس ان انا عندي كله بيساوي بعضه، يعني الف واحد معامل السين على معامل السين هتساوي معامل الصاد على معامل الصاد هيساوي الحد المطلق على الحد المطلق، كله بيساوي بعضه، يبقى عدد الحلول عدد لا نهائي، والمستقيمين دول الحالة منطبقان، والمستقيمين دول مالهم منطبقان. تمام؟ يبقى انا اعرف منين عدد الحلول؟ على حسب لازم يكون المسألة شكلها مترتب. طب انا لو جيت للمسألتين هنا، المسألة اللي هو مديها لي بقول لي ان س زائد 2 ص اللي انا جبتها فوق دي كانت مجموعة الحل، هو مش عايز مجموعة الحل، هو عايز عدد الحلول. معامل السين هنا بواحد على معامل السين بواحد، واحد على الواحد فالواحد. معامل الصاد هنا باتنين على معامل الصاد بسالب اتنين، اتنين على سالب اتنين فالسالب واحد. السين على السين لا تساوي الصاد على الصاد، يبقى اذا عدد الحلول هنا حل وحيد. عدد الحلول ايه؟ حل وحيد، يبقى هو واحد بس. عدد حلول المعادلتين س ناقص نص ص، س ناقص نص ص بيساوي 4، و2 س ناقص ص بتساوي 2. معامل السين على معامل السين اهو، لا اله الا الله، 1 على 2. معامل الصاد على معامل الصاد سالب نص على سالب واحد، مفيش هنا حاجه، يبقى هي ايه؟ سالب واحد. سالب نص على سالب واحد هيديني نص. معامل الحد المطلق على الحد المطلق، هل 4 على 2 هيديني 2؟ ده ما بيساويهمش. يبقى انا لقيت ان معامل السين على معامل السين بيساوي الصاد على الصاد بس لا يساوي المطلق على المطلق، يبقى عدد الحلول هنا صفر، والمستقيمين دول متوازيين، يبقى عدد الحلول هنا كام؟ صفر. بعد كده برضو بقول لي عدد حلول المعادلتين س ناقص 3 ص تساوي 1، والمعادلة التانية س ناقص 3 تساوي 3 ص. اولا لازم اظبط شكل المعادلة دي، لازم اظبط شكلها، اجيب السين والصاد مع بعض في طرف لوحدهم والحد المطلق في طرف لوحده. فادي السين، وهنا هنودي التلاتة صاد بعكس الاشارة، يبقى ناقص 3 صاد هيساوي 3. يبقى انا عندي المعادلة دي والمعادلة دي. لو جينا نبص هنلاقي ان انا عندي هنا واحد، مظبوطة كده اهو، ماشي، واحد، هي دي 3 واللي هناك واحد، تمام. واحد هنا معامل السين بواحد وهنا معامل السين بواحد هيديني واحد، وهنا معامل الصاد بسالب 3 وهنا معامل الصاد بسالب 3 هيديني واحد. هنا الحد المطلق بواحد والحد المطلق ب3 هيديني 1 على 3. السين على السين هتساوي الصاد على الصاد بس لا تساوي المطلق على المطلق، يبقى عدد الحلول صفر. يبقى عدد الحلول ايه؟ صفر. بقول المستقيمين دول مالهم؟ 3 س تساوي 7. اولا 3 س تساوي 7 دي معناها ان قيمة السين ب7 على 2، 7 على 2 اللي هي 3.5، تمام. فهاجي عند السينات عند النقطة 3.5 وهرسم مستقيم بيوازي الصادات، يبقى دي معناها ان السين تساوي 7 على 2. دي معادلة الخط المستقيم، السين تساوي 7 على 2. التانية 2 صاد تساوي 9، فالصاد هنا 9 على 2، 9 على 2 ده 4.5، عند الصاد ب4.5، وهرسم مستقيم بيوازي السينات. وارسم ايه؟ مستقيم يوازي السينات. هاجي ابص الاقي ان المستقيم ده بيوازي الصادات وده بيوازي السينات، يبقى هما متعامدان، ماشي؟ متعامدان، متقاطعان وغير متعامدين، لا هما متقاطعين ومتعامدين. بيقول لي معادلة الدرجة الأولى في متغيرين اللتان لهما عدد لا نهائي من الحلول في ح يمثلان مستقيمين مالهم؟ اولا ما دام ليهم عدد لا نهائي من الحلول يبقى المستقيمان دول مالهم؟ منطبقان. المستقيمان دول يتقاطعان فين؟ في انهي ربع من الارباع؟
هقول له عندي المستقيم الاولاني اللي هو 3 س زائد 5 ص يساوي 0، والمستقيم الثاني اللي هو 2 س زائد 4 ص بيساوي 0. طيب يا مس انا لو جيت ابص هلاقي ان المستقيمين دول متقاطعين، هيتقاطعوا بقى فين؟ عشان تجيب هيتقاطعوا فين لازم تجيب مجموعة الحل. لازم تجيب ايه؟ مجموعة الحل. فاجيب مجموعة الحل منين؟ انا ممكن اضرب هنا في سالب 2 عشان تبقى دي سالب 6 اهو، سالب 6 س ناقص 10 ص هيساوي 0، وهضرب هنا في كام؟ هضرب هنا في 3 عشان تبقى دي 6، يبقى 6 س بحلها عن طريق الحذف زائد 12 ص هيساوي 0. طب تعالوا كده اجمعوا، دي زائد دي هيطيروا، سالب 10 زائد 12 ب2 يبقى 2 ص هيساوي 0، يبقى الصاد بايه؟ بصفر. عوض لي عن الصاد بصفر هتلاقي ان 3 س زائد 0 هتساوي 0، يبقى 3 س بصفر، فمعنى كده ان النقطة دي صفر برضه، السين قيمتها بصفر. فطلعت السين بصفر والصاد بصفر، يبقى مجموعة الحل النقطة صفر وصفر، يبقى هي ما بتقعش في ربع، هي بتتقاطع في نقطة الأصل. يتقاطعان فين؟ في نقطة الأصل. تمام؟ بيقول لي إذا كان للمعادلتين دول عدد لا نهائي من الحلول، وما دام عدد لا نهائي من الحلول يبقى السين على السين بيساوي الصاد على الصاد معامل السين على معامل السين. معامل السين هنا بكام؟ بواحد. معامل السين هنا بكام؟ بكاف. يبقى أنا عندي 1 على كاف هتساوي 3 على 6. 3 على ايه؟ على 6 هتساوي برضو 5 على 10. لو ضربت طرفين في وسطين هتلاقي ان 3 كاف هتساوي 6، يبقى الكاف تطلع بكام؟ ب2. يبقى الكاف 6 على ال3 فيها ال2. تمام؟ تعالوا نكمل كده. بيقول لي مجموعة حل المعادلتين س زائد ص تساوي 0، وعندي ص ناقص 5 بيساوي 0. عايز مجموعة حل المعادلتين. اولا من المعادلة دي قيمة الصاد بكام؟ ب5. من المعادلة دي قيمة الصاد بكام؟ ب5. طيب الصاد ب5 يبقى س زائد 5 هيساوي 0. اودي ال5 بعكس الاشارة يبقى الس قيمتها بسالب 5، يبقى الس قيمتها بايه؟ بسالب 5. تمام؟ طيب يبقى انا عندي الس بسالب 5 والصاد ب5، سالب 5 و5، اي الس بسالب 5 والصاد ب5. الس دايما هي اللي تكتب الاول في الزوج المرتب. إذا كان المستقيمين الممثلين المعادلتين دول متوازيين، هات لي قيمة ألف. ما دام متوازيين يبقى معامل السين على معامل السين هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد. هنا 3 يبقى لازم يكون هنا 3 لأن 1 على الواحد فهالواحد، ومعامل الصاد اللي هو 3 على ألف المفروض إن هي تطلع بواحد زي ده، يبقى الألف قيمته بكام؟ ب3. يبقى الألف قيمته بكام؟ ب3. بقول لي نقطة تقاطع المستقيمين س تساوي 4 وصاد ناقص 3 بصفر، الصاد هتبقى ب3، فنقطة التقاطع اللي احنا كنا عاملينها من شوية دي متعامدين، فهيتقاطع عند الس ب4 والصاد بايه؟ ب3، هيتقاطعوا هنا كده في النقطة 4 وايه؟ و3. تمام؟ مجموعة حل المعادلة دي طبعا من الرسم، لو المنحنى قطع محور الصادات قطع محور السينات في نقطتين يبقى عندي حلين للمعادلة. لو المنحنى قطع محور السينات او كان بيمس محور السينات، لو مس محور السينات بس او قطع محور السينات في نقطة واحدة فقط يبقى المستقيم المنحنى ده عدد الحلول حل وحيد. لو ما قطعش محور السينات خالص ومهما مديته على يعني مهما كملت في طريقي مش هلاقي اصلا تقاطع مع السينات، يبقى عدد الحلول صفر. يبقى عدد الحلول ايه؟ صفر. طيب هو بيقول لي مجموعة الحل، مجموعة الحل اصلا مفيش حل هنا، بيقول لي مجموعة حل د س تساوي صفر. المنحنى اصلا عمره ما هيقطع محور السينات، شايفين محور السينات فين والمنحنى فين، ومهما كملت كده مش هيقطع محور السينات، فيبقى مجموعة الحل هنا في ايه؟ بفاي. مجموعة الحل ايه؟ فاي. لكن لو قال لي عدد الحلول هقول له صفر. يبقى ناخد بالنا هو بيقول لي مجموعة الحل ولا عدد الحلول. تمام؟ لو قال لي مجموعة الحل يبقى مجموعة الحل فاي، مفيش حل اصلا هنا. لو قال لي عدد الحلول كام حل؟ مفيش حلول، يبقى عدد الحلول صفر. معادلة محور التماثل س تربيع ناقص 4 س تربيع ناقص 4. اولا عشان تجيب معادلة محور التماثل لازم تجيب نقطة رأس المنحنى. طيب نقطة رأس المنحنى او لو انا هجيبها هلاقي ان انا عندي المنحنى ده هيقطع محور السينات في النقطة 2 وسالب 2. ليه يا مس 2 وسالب 2؟ لان لو جيت تحل المعادلة هتلاقي ان س تربيع هتساوي 4
لو خدت الجذر التربيعي للطرفين هيديك موجب او سالب 2. فمعنى كده ان المنحنى ده هيقطع محور السينات في النقطة 2 وسالب 2. تمام؟ في النقطتين 2 و0 وسالب 2 وايه و0. معنى كده ان محور التماثل هو محور الصادات، ومعادلة محور الصادات السين تساوي 0. يبقى السين تساوي 0 دي معادلة محور ايه؟ الصادات. تمام؟ بقول لي اذا كان المنحنى ده يمر بالنقطة 2 و0، ما دام بيمر بالنقطة دي يبقى انا اقدر اعوض بالنقطة دي في الدالة او في المنحنى اللي هو مديلي الدالة بتاعته. ما دام هو قال لي ان انا عندي المستقيم بيمر بالنقطة دي، يبقى انا اقدر اعوض بالنقطة دي فين؟ اقدر اعوض بالنقطة دي في الدالة. فهقول له د س تساوي س تربيع ناقص أ. بيمر بالنقطة 2 و0، يعني السين ب2 والدال س ب0، طبعا برضو من الترم الاول. السين ب2، 2 أس 2 بكام؟ ب4 ناقص أ، والدال س بكام؟ ب0. يبقى الألف قيمته بكام؟ ب4. يبقى الألف قيمته بكام؟ ب4. إذا كانت النقطة أ ناقص 2 و0 هي نقطة رأس المنحنى للدالة التربيعية دي، ومجموعة حل المعادلة د س تساوي 0 هي 5. ركز كده معايا، هو بيقول لي النقطة أ ناقص 2 و0 هي نقطة رأس المنحنى. تمام؟ طيب والدالة بتساوي 0، مجموعة حل المعادلة لما الدالة سواها بالصفر هي بكام؟ ب5. طيب ما دام دي نقطة رأس المنحنى وانا عندي مجموعة الحل ب5، معنى كده ان انا عندي المعادلة ده او المنحنى دي هتقطع محور السينات عند النقطة 5، وهتبقى نقطة واحدة بس اهي، وهتبقى نقطة واحدة ايه بس. والنقطة دي هتبقى نقطة رأس المنحنى اصلا بتاعي، تبقى ايه؟ نقطة رأس المنحنى. النقطة دي هتبقى النقطة 5 و0. النقطة دي 5 وايه و0. ايه يا مس اللي قالك ان هي عند الخمس؟ ما هو قال لي ان مجموعة حل المعادلة دي لما سواها بالصفر هي 5. اما بتساوي الدالة بصفر دي معناها ان انت بتجيب قيم س اتقطعت مع السين في انهي نقط. فلما سويتها بصفر طلعت بكام؟ ب5. يعني هي اتقطعت مع السين في كام؟ في 5. اتقطعت مع السين في ايه؟ في 5. يبقى نقطة التقاطع هنا هي النقطة 5 و0. فمعنى كده، وطبعا عشان هي بتاتش المحور السينات او بتمس محور السينات، يبقى انا عندي النقطة دي هي نقطة رأس المنحنى. يبقى انا عندي أ ناقص 2 ده قيمته ب5. هودي السالب 2 بعكس الاشارة، يبقى الألف قيمته بكام؟ ب7. بقول لي اذا كان منحنى الدالة التربيعية ده د س لا يقطع محور السينات. لا يقطع محور السينات زي اللي انا حلها فوق دي، يعني عدد الحلول 0 ومجموعة الحل فاي. فهو بيقول لي ايه؟ فإن عدد الحلول هقول له 0. تمام؟ إذا كانت منحنى الدالة التربيعية يمر بالنقطة -1 و0 و0 وسالب 4 و4 و0. أولا هو بيمر بالنقطة -1 و0 أهو ماشي، والنقطة 0 وسالب 4، 0 وسالب 4 أهو، 0 وسالب 4، والنقطة 4 و0، 4 و0 هنا كده اهو، فهتلاقي اهو. تمام؟ طيب بقول لي فإن مجموعة حل المعادلة، مجموعة الحل هي نقط التقاطع مع محور السينات. مجموعة حل المعادلة التربيعية هي نقط التقاطع مع محور السينات. فأنا هاجي أبص على المنحنى اللي أنا رسمته، هل المنحنى ده اتقاطع مع محور السينات في 4 وسالب 1 ولا 4 وسالب 4 ولا سالب 1 وسالب 4؟ هتقول لي أدا محور السينات والتقاطع مع محور السينات في النقطة 4 وسالب 1، يبقى مجموعة الحل 4 وسالب 1 اللي هي دي. تمام؟ واللي إذا كان س تساوي 3 أحد حلول المعادلة س أس 2 ناقص أ س ناقص 6، دي معناها إن أنا هعوض عن السين ب3. دي معناها إيه؟ أعوض عن السين ب3، أشيل قيمة السين وأحط مكانها 3، فهيبقى 3 تربيع ناقص أ في 3 اللي هي 3 أ ناقص 6 ده كله بيساوي 0. 3 تربيع ب9، وهنا ناقص 6 ناقص 3 أ ده كله ب0. 9 ناقص 6 بكام؟ ب3، يبقى 3 ناقص 3 أ هيساوي 0، يبقى ال3 أ هيساوي 3، يبقى الألف بكام؟ ب1. يبقى الألف بكام؟ ب1. تمام؟ بقول لي مجموعة حل
مجموعة حل المعادلة س تربيع كذا نفس الفكرة بالظبط، هعوض عن الس بسالب 2. مجموعة الحل هيها نفس الفكرة اللي فوقها، هعوض عن الس بسالب 2. يبقى سالب 2 أس 2 ناقص أ في سالب 2 زائد 4 ده كله بيساوي صفر. سالب 2 أس 2 ب4 وسالب سالب موجب وهيديني 2 أ زائد 4 بيساوي صفر. 4 و4 8، محدش يجمع 4 زائد 2. 4 و4 8 زائد 2 أ هتساوي صفر. هودي ال8 بعكس الإشارة يبقى 2 أ قيمته بسالب 8، يبقى الألف قيمته بسالب 4. يبقى الألف قيمته بسالب إيه؟ 4. تمام؟ بيقول لي في المعادلة أ س تربيع زائد ب س زائد ج إذا كان ب تربيع ناقص 4 أ ج أكبر من الصفر. علشان أحدد المعادلة دي ليها كام حل أو كام جذر عندي، بجيب المميز اللي هو تحت الجذر في القانون العام، اللي هو إيه؟ تحت الجذر في القانون العام اللي هو عبارة عن ب تربيع ناقص 4 أ ج. فأنت عندك دلوقتي ب تربيع ناقص 4 أ ج دي عندي 3 حالات. لو طلع المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج أكبر من الصفر، يبقى أنا عندي هنا كام حل؟ يبقى أنا عندي هنا حلين، ونقط التقاطع مع محور السينات بيبقى جزئين أو حلين، يعني بتتقاطع مع محور السينات في نقطتين، وكمان عدد الجذور 2، وكمان عدد الجذور إيه؟ 2. لو لقيتها بتساوي صفر دي معناها ان هي بتمس محور السينات. بتمس ايه؟ محور السينات. وعدد الحلول حل وحيد، وعدد الحلول هنا حل وحيد، حل واحد بس. تمام؟ وايه تاني؟ بس كده. المميز بيساوي صفر يبقى عدد الحلول حل واحد. عندي حل واحد هنا هيبقى زوج مرتب واحد اللي هيطلع معايا، وهو بيبقى نقطة رأس المنحنى، وبيبقى المنحنى هنا بيمس محور السينات. لكن لو طلعت أقل من الصفر يبقى هي مش هتقطع محور السينات خالص زي كده أو زي كده، مش هتقطع محور السينات خالص، ويبقى عدد الحلول صفر. عدد الحلول صفر، لكن مجموعة الحل بتبقى فاي. لكن مجموعة الحل بتبقى ايه؟ فاي. فبقول لي هو أكبر من الصفر، يبقى أنا عندي هنا كام جذر؟ جذرين للمعادلة دي. بقول المعادلة دي من الدرجة الكام؟ أولا ده من الدرجة الأولى، دي أولى، دي 1 و1 2 لان هم حاصل ضرب. تمام؟ يبقى دي من الدرجة الثانية. مجموعة حل المعادلتين دول في ح هستخدم التعويض. هو قايل لي ان انا عندي قيمة السين ب3 وقيمة السين في الصاد ب15. هروح اعوض عن السين ب3 يبقى 3 صاد هيساوي 15. هقسم على ال3 يبقى الصاد بكام؟ ب5. يبقى الصاد بكام؟ ب5. يبقى السين ب3 والصاد ب5. وهنا انا مش عندي هنا هيبقى ايه؟ الزوج المرتب 3 و5 اللي هي دي. امتى اخدها عناصر زي رقم ب وامتى اخدها زوج مرتب؟ لو انا عندي في المعادلات اللي عندي متغيرين يبقى باخد زوج مرتب. لو انا عندي متغير واحد زي المعادله التربيعيه اللي هي كانت س أس 2 ناقص 5 س زائد 6 والكلام ده، بيبقى عناصر زي رقم ب كده. تمام؟ فتاخد بالك امتى تختار كده وامتى تختار كده. لو لقيت عندك متغيرين تاخدها في زوج مرتب، لو لقيت عندك متغير واحد في المعادله وطلع حلين بتاخدها كعناصر. هنا السين ناقص 3 بصفر، معنى ان س ناقص 3 تساوي صفر، ان قيمة السين هنا بكام؟ ب3. طب صاد أس 2 هتساوي س زائد 6. السين ب3، 3 زائد 6 كام؟ 9. اشيل السين واعوض عنها ب3. تمام؟ طيب اخد الجذر التربيعي للطرفين يبقى الصاد بموجب او سالب 3. يبقى انا عندي هنا كام حل؟ حلين، لا اما السين ب3 والصاد تطلع ب3، لا اما 3 وسالب 3. يبقى مجموعة الحل هنا الازواج المرتبة دي. هو بيقول لي ايه؟ الصاد قيمتها بكام؟ هيبقى موجب او سالب 3. تمام؟ احد حلول المعادلتين دول، احد حلول يعني هات لي حل من الحلين. انا مديك حل واحد منهم، س ناقص صاد هتساوي 2، وعندي المعادلة التانية س أس 2 زائد صاد أس 2 هيساوي 20. هقول له من هنا هودي الصاد بعكس الإشارة. ليه يا مس هتستخدم التعويض هنا ما نستخدم الحذف؟ لا يجوز استخدام الحذف. ليه؟ ليه ما ينفعش استخدم الحذف هنا؟ لأن أنا عندي هنا دول معادلتين، واحدة من الدرجة الأولى وواحدة من الدرجة التانية. ما دام لقيت معادلتين واحدة من الدرجة الأولى والتانية من الدرجة التانية، ما ينفعش استخدم غير التعويض فقط، ما ينفعش حذف. لكن لو الاتنين من الدرجة الأولى يبقى استخدم تعويض، حذف أو تعويض، الاتنين يمشوا. يبقى السين هنا 2 زائد صاد
اعوض عن السين ب2 زائد ص هنا اهو. 2 زائد ص الكل أس 2 زائد ص أس 2 هيساوي 20. هاجي اضرب هنا افك القوس، الاول في نفسه ب4، الاول في التاني في 2، 2 في ص ب2 ص في 2 ب4 ص، ص في ص بص أس 2 زائد ص أس 2 هيساوي 20. هنا 2 ص أس 2 زائد 4 ص، هجمع الحدود المتشابهة، 4 ناقص 20 بسالب 16، هودي دي بعكس الإشارة فيبقى 4 ناقص 20 بسالب 16. اقسم لي على الاتنين يبقى ص أس 2 زائد 2 ص ناقص 16 على الاتنين فيها التمانية. تمام. اجي احلل هنا ص أس 2 تتحلل لصاد في صاد، كام في كام ب8 وطرحهم يديني 2، 4 في 2. الكبير ياخد إشارة الأوسط، دي هتاخد الموجب ودي هتاخد السالب، يبقى قيمة الصاد بسالب 4 أو قيمة الصاد بكام؟ ب2. هعوض مرة عن الصاد ب4 والصاد ب2 هنا عشان أجيب قيمة السين. 2 ناقص 4، الصاد بسالب 4، 2 ناقص 4 بسالب 2 و2 زائد 2 هيديني 4. يبقى أنا عندي مجموعة الحل بتاعتي هتبقى عبارة عن الزوج المرتب السين بسالب 2 والصاد بسالب 4، وتاني زوج مرتب 4 و2، 4 وايه و2. تمام. فانا عندي هو قال لي احد الحلول هيبقى 4 و2 اهو، لكن الحل التاني سالب 2 وسالب 4 مش موجود. ركزوا كده معايا. بيقول لي اذا كان السؤال رقم 16 اذا كان س تساوي ص زائد 1، هو مديها لي جاهزه اهو، س تساوي ص زائد 1 وص ناقص س الكل أس 2 زائد ص بيساوي 3. هات لي قيمة السين دي هتبقى بكام؟ هات لي قيمة السين دي هتبقى بكام؟ هقول له السين قيمتها بص زائد 1، هشيل كل س واحط قيمتها بص زائد ايه؟ 1 اهو. حلو الكلام. يبقى ص ناقص دي بص زائد 1 اهو، ص زائد 1 ده كلته أس كام؟ 2 زائد ص بيساوي كام؟ 3. فهيبقى ص، هفك بس اللي جوه، هوزع السالب، سالب في ص بسالب ص، سالب في 1 بايه؟ بسالب 1، كله أس 2 زائد ص هيساوي 3. ص ناقص ص هتطير، هيتبقى معايا سالب 1 أس 2 ب1، 1 زائد ص هيساوي 3. هودي الواحد بعكس الإشارة يبقى الصاد قيمتها بكام؟ ب2. لما الصاد تكون ب2 السين تبقى بكام؟ 2 زائد 1 ب3، يبقى قيمة السين بكام؟ ب3. تمام. بقول لي الأسئلة المقالية على الوحدة الأولى. طبعا أنا هنا في الاختياري أنا جبت لكم كل الأفكار بتاعة الوحدة على فكرة، يعني اللي فيها تركات جبتها لكم. هنا بيقول لي الأسئلة المقالية، هنا عايزني أحل المعادلات. أنا هحل معاكم. اول واحده بقول لي س زائد ص بيساوي 4، والمعادله الثانيه س ناقص ص هتساوي 2. عايز مجموعه الحل. هاجي اجمع المعادلتين على طول لان هي جاهزه للحذف. ليه جاهزه للحذف؟ لان معامل الصاد هنا معكوس جمعي لمعامل الصاد. س زائد س 2 س، 4 زائد 2 6، هقسم على الاتنين يبقى قيمه السين ب3. عوض لي في اي معادله، 3 زائد ص هتساوي 4، يبقى الصاد قيمتها 4 ناقص 3 ب1. يبقى مجموعه الحل بتاعتي الزوج المرتب، لان هنا في متغيرين، السين ب3 والصاد ب1. تمام. ركز معايا. تاني واحده بقول لي 2 س ناقص ص بيساوي 3، وس زائد 2 ص بيساوي 4. انا هضرب المعادله الاولى في 2. ليه يا مس هتضربها في 2؟ عشان يبقى هنا سالب 2 ص وهنا موجب 2 ص. 2 في 2 بضرب المعادله كلها. بضرب ايه؟ المعادله كلها، ما اضربش حاجه واسيب حاجه، اضرب المعادله كلها. 2 في 2 ب4، 2 في 2 س ب4 س، سالب ص في 2 بسالب 2 ص، 3 في 2 ب6 اهو. بقى عندي دول المعادلتين بتوعي، هجمعهم 4 س زائد س ب5 س، 2 ص ناقص 2 ص هيتكنسلوا مع بعض، 4 و6 10. هقسم على ال5 يبقى السين قيمتها بكام؟ ب2. عوض لي في اي معادله انت تحبها. عوض مثلا في اول واحده 2 في 2 ب4، السين ب2، 2 في 2 ب4 ناقص ص تساوي 3. يبقى هنا الصاد عباره عن 4 ناقص 3 هيديني كام؟ 1. يبقى مجموعه الحل بتاعتي
الزوج المرتب 2 و1. تمام. هنا بيقول لي تالت واحدة هحلها عن طريق التعويض عشان نبقى بننوع بس. الصاد بتساوي، هنا هنحل المعادلة صاد تساوي س ناقص 1 و2 س زائد صاد بتساوي 5. هنحلها عن طريق التعويض عشان نبقى بننوع بس في المسألة. فأنا عندي هنا الصاد قيمتها بس ناقص 1، هشيل الصاد من المعادلة التانية واحط مكانها س ناقص 1، يبقى 2 س زائد س ناقص 1 هتساوي 5. يبقى 2 س زائد س ناقص 1 هتساوي 5. 2 س زائد س ب3 س ناقص 1 هيساوي 5. وادي للواحد بعكس الإشارة، يبقى ال3 س هتساوي 6. يبقى الس قيمتها بكام؟ ب2 لما اقسم على 3. الس ب2 يبقى الصاد بكام؟ 2 ناقص 1. يبقى الصاد بكام؟ ب1. يبقى مجموعة الحل السين ب2 والصاد ب1، يبقى هي 2 و1. تمام. وهكذا في الرقم 4 ممكن نحلها عن طريق الحذف او التعويض، الاتنين هيمشوا، جربوا بقى. ورقم 5 دي السين ب3 ونعوض هنا على طول. وخلونا ناخد رقم 5 اهو. هو قايل لي ان س ناقص 3 يساوي 0، والمعادلة التانية عبارة عن س أس 2 زائد ص أس 2 يساوي 25. فهروح اعوض، هودي ال3 بعكس الاشاره يبقى الس قيمتها ب3. عوض لي هنا عن الس ب3 يبقى 3 أس 2 زائد ص أس 2 هيساوي 25. يبقى 9 زائد ص أس 2 ب25. ودي لي ال9 بعكس الاشاره يبقى ص أس 2. 25 ناقص 9 ب16. يبقى قيمه الصاد بموجب او سالب 4. قيمه الصاد بايه؟ بموجب او سالب 4 والس ب3. يبقى مجموعة الحل الزوج المرتب 3 وسالب 4 أو 3 و4. مرة تطلع ب4 ومرة تطلع بسالب 4. يبقى أنا عندي هنا حلين، لأن الس ب3 الصاد طلعت بموجب أو سالب 4. مرة ناخد 3 مع السالب 4 ومرة ناخد 3 مع ال4. رقم 6 الس هتساوي ص. هو بيقول لي س ناقص ص تساوي 0، وس في ص بتساوي 9. فهقول له هنا ان دي هتروح بعكس الاشاره يبقى الس هتساوي الصاد. هعوض هنا عن الصاد يبقى ص في ص بص أس 2. ازاي يا مس؟ شلت السين وحطيت مكانها صاد، فبقت ص أس 2 هتساوي 9. يبقى الصاد بموجب او سالب 3. تمام. ما دام الصاد بموجب او سالب 3 يبقى الس برده بموجب او سالب 3، لان هما الاثنين زي بعض. يبقى 3 و3 وسالب 3 وسالب 3. حلو. المساله رقم 7 بيقول لي س زائد ص تساوي 9. انا هحل لكم واحده، هحل رقم 7 واسيب لكم رقم 8 تحلوها وتكتبوا الناتج في الكومنتات. س زائد ص بيساوي 9، وس أس 2 ناقص ص أس 2 هيساوي 45. بصوا ركزوا معايا، دي سهله انا مش هحلها، انا هقول لكم بس الفكره واحل رقم 8. دي لو انت جيت حللتها ماشي، او بصوا تعالوا نحلها يلا. هنا السين هتساوي 9 ناقص ص. هودي الصاد بعكس الاشاره علشان اجيب السين بدلاله الصاد. عشان ايه؟ اجيب السين بدلاله الصاد، فوديت الصاد بعكس الاشاره. هشيل السين واحط مكانها 9 ناقص ص. يبقى 9 ناقص ص الكل أس 2 ناقص ص أس 2 ب 45. مربع الاول 9 في 9 ب 81. الاول في الثاني في 2 السالب اهو. 9 في ص ب9 ص في 2 ب 18 ص. التاني في نفسه مربع التاني يبقى ص أس 2 ناقص ص أس 2 هيساوي 45. دي هتتكنسل مع دي، فهيبقى 81 ناقص 18 ص ب 45. هودي ال 81 بعكس الإشارة سالب 18 ص. 45 ناقص 81 هيبقى بسالب. هنا 6 وهنا 3 36. نقسم على سالب 18. تمام. 18 في 2 ب 36 صح؟ ماشي. يبقى هي ب2. يبقى الصاد بكام؟ ب2. خلاص طلعت الصاد ب2. يبقى السين عبارة عن 9 ناقص 2 هيديني 7. يبقى مجموعة الحل بتاعتي السين ب7 والصاد ب2. يبقى الزوج المرتب 7 و2. تمام؟ حلو قوي. كده تحلوا بقى رقم 8 انتوا. هنا برضو نفس الحاجة، بس خلونا ناخد دي انا لسه حلاها من شوية في الاختيارات. ودي هنشيل السين ونحط مكانها 1 زائد ص في المعادلة اللي من الدرجة التانية. يبقى انا بجيب
السين بدلالة الصاد او الصاد بدلالة السين من المعادلة بتاعت الدرجة الاولى، وعوض بيها في المعادلة اللي من الدرجة التانية. فهنا السين بواحد زائد صاد، هشيل هنا السين واحط مكانها واحد زائد صاد في صاد هيساوي 12. هوزع الصاد، صاد في واحد بصاد وصاد في صاد بصاد أس 2 هيساوي 12. هودي ال 12 بعكس الإشارة وارتب، يبقى صاد أس 2 زائد صاد ناقص 12 بصفر. هحلل، هيبقى صاد في صاد وال 12 دي 3 في 4 وطرحهم بواحد، والكبير ياخد الأوسط، دي سالب ودي موجب، يبقى الصاد قيمتها ب3 والصاد بسالب 4. يبقى أنا عندي الصاد ب3 والصاد بسالب 4. مرة لو عوضت عن الصاد ب3 السين هتبقى ب4، مرة لو عوضت عن الصاد بسالب 4 السين هتبقى بسالب 3. 1 ناقص 4 بسالب ايه؟ 3. تمام؟ يبقى مجموعة الحل الزوج المرتب 4 و3 والزوج المرتب التاني سالب 3 وسالب 4. تعالوا بقى ناخد القانون العام كده. بقول لي هنا باستخدام القانون العام اوجد مجموعة حل. انا لو قعدت احل سنة وانتم ما حلتوش بايدكم مش هتعرفوا تحلوا بايدكم عشان تعرفوا تحلوا. بقول لي باستخدام القانون العام اثبت ان انا يعني هستخدم اللي فيها فكرة. هاخد رقم 2 و3 و4 و5 و6. هاخد رقم 2 و3 و4 و5. 3 س أس 2 بيساوي 5 س ناقص 1. ما ينفعش تستخدم القانون العام غير لما يكون على صورة أ س أس 2 زائد ب س زائد ج بيساوي صفر. يبقى لازم تخلي المعادلة التربيعية دي بتساوي صفر. فهتودي ال 5 س والسالب 1 بعكس الإشارة. يبقى 3 س أس 2 ناقص 5 س زائد 1 بتساوي صفر. الألف هنا هو معامل السين تربيع ب3. الباء هو المعامل السين بسالب 5. الجيم هو الحد المطلق اللي هو بكام؟ ب1. فأنا هقول له القانون العام عبارة عن سالب باء موجب أو سالب جذر باء تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. سالب باء سالب 5 هيديني 5 موجب أو سالب جذر باء تربيع ب25 ناقص 4 في ألف ب3 في الجيم ب1 على 2 في 3. واطلع الناتج اخدها مرة بالموجب ومرة بالسالب. 25 ناقص 12 هيديني 13 على 6. مرة هيبقى مجموعة الحل 5 زائد جذر 13 على 6، والحل الآخر 5 ناقص جذر 13 على كام؟ على 6. تمام؟ ونشوف لو هو عايزها أرقام عشرية. انا بس يعني ده الفكره بتاعت القانون العام، ان انت بتخلي المعادله تساوي صفر وتجيب الالف وتجيب الباء وتجيب الجيم وتعوض في القانون. فانا هفهمكم بس في المعادلات اللي بعد كده ازاي هتجيب الالف والباء والجيم وانت هتعوض. تمام؟ عشان بس تفهم التخليص. هنا بيقول لي س في س ناقص 1 بيساوي 4. هوزع السين، س في س بس أس 2، س في سالب 1 بسالب س. ادخل الاربعه بعكس الاشاره، ناقص 4 بيساوي صفر. الالف هو معامل السين تربيع ب1، الباء هي معامل السين بسالب 1، الجيم هي الحد المطلق اللي هو سالب ايه؟ 4. واعوض في القانون واطلع القيمه بس كده. رقم 4 بقول لي س زائد 2 على س هتساوي 5. هضرب المعادله كلها في ايه؟ في س. س في س بس أس 2. ليه هضرب المعادلة كلها في س؟ لأن أنا لازم أتخلص من المقام. لازم أتخلص من إيه؟ من المقام. ف2 على س لما أضربها في س هيديني 2. 5 في س ب5 س. هودي ال5 س بعكس الإشارة علشان المعادلة تكون بتساوي صفر. أهو وديتها بعكس الإشارة ورتبت الأس الكبير وبعدين الأس الأصغر فالأصغر. معامل السين تربيع هنا بكام؟ ب1. معامل السين بكام؟ بسالب 5. الحد المطلق بكام؟ ب2. تمام؟ حلو قوي. المسألة رقم 5 بقول لي س على 3 هيساوي 1 على 5 ناقص س. اضرب لي طرفين في وسطين. هيبقى س في 5 ناقص س هيساوي 1 في 3 بكام؟ ب3. س في 5 ب5 س. س في سالب س بسالب س أس 2 هيساوي 3. هودي دول بعكس الإشارة يبقى س أس 2 ناقص 5 س زائد ال3 زي ما هي وتساوي صفر. الألف ب1 والباء هو معامل السين بسالب 5 والجيم هو الحد المطلق اللي هو بكام؟ ال3. تمام؟ المعادلة الأخيرة برضو هنفك القوس ونعوض ونجيب الألف والباء والجيم. بقول لي أوجد قيمتي ألف وباء علما بأن 1 وسالب 1. حلل المعادلتين دول.
مادام واحد وسالب واحد حلل المعادلتين دول، يبقى انا اعوض عن السين بواحد والصاد بسالب واحد في كل من المعادلتين. اول معادلة عبارة عن أ س زائد باء ص بتساوي 7. لما تعوض عن السين بواحد والصاد بسالب واحد، أ في واحد بألف، باء في سالب واحد بسالب باء هيساوي 7، ودي أول معادلة معايا. تاني معادلة قال لي إن هي أ س ناقص باء ص تساوي 3. عوض لي عن السين بواحد والصاد بسالب واحد، واحد في أ بألف، سالب باء في سالب واحد بموجب باء هيساوي 3. دي المعادلة التانية. هجمع المعادلتين دول واحلهم عن طريق الحذف، او ممكن احلهم عن طريق التعويض، الطريقة اللي تريحك حل بيها، المهم ان الناتج في الاخر يطلع صح. هاجي اجمع المعادلتين، الباء هتتكنسل مع سالب باء، أ زائد أ ب2 أ هيساوي 7 زائد 3 10. نقسم على الاتنين يبقى الألف قيمته ب5. عوض في أي معادلة عن الألف ب5، 5 زائد باء هيساوي 3، الألف قيمته ب5. الباء هتساوي 3 ناقص 5 بسالب 2، يبقى الباء قيمتها بسالب 2، يبقى الألف ب5 والباء بسالب 2. دي نفس النظام، هتشيل السين وتحط مكانها ألف، والصاد وتحط مكانها 2 باء، هيطلع لك ان اول معادلة 3 أ ناقص 2 ب هيساوي 5. المعادلة التانية هتشيل السين وتحط أ والصاد وتحط 2 ب، هيبقى أ زائد 2 ب هيساوي سالب 1، وتحل المعادلتين عن طريق الحذف. 3 أ زائد أ ب4 أ، 5 ناقص 1 4، يبقى الألف ب1، وتعوض تجيب الباء. اللي بعد كده برضو انا عندي 2 أ زوجين مرتبين متساويين، يبقى المسقط الاول هيساوي المسقط الاول، والمسقط الثاني هيساوي المسقط الثاني. دي 18 وأ ناقص باء. هساوي المسقط الاول بالمسقط الاول اللي هو 2 أ زائد باء هتساوي 18، والمسقط الثاني بالمسقط الثاني يبقى أ ناقص باء هيساوي 3 اهو. واجمع المعادلتين، لو جمعت الباء هتتكنسل مع سالب باء، 2 أ زائد أ ب3 أ هيساوي 18 و3 21. هقسم على التلاتة يبقى الألف قيمته بكام؟ ب7. عوض في أي معادلة يبقى 7 ناقص ب بيساوي 3، يبقى الب دي قيمتها بكام؟ ب4، لأن 7 ناقص 4 3. بيقول لي عددان موجبان أحدهما ضعف الآخر. عددان موجبان أحدهما ضعف الآخر. لو فرضت إن العددين دول س وص، أحدهما ضعف الآخر يعني السين هتساوي 2 ص. ماشي كده أنا جبت أول معادلة. وحاصل ضربهما 10، س في ص بتساوي 10 أهو. هات لي العددين دول، العددين دول هما إيه؟ هقول له إن أنا هعوض هنا عن السين ب2 ص، يبقى 2 ص في ص هيساوي 10. ص أس 2 هتساوي، هقسم على الاتنين مظبوط كده، وحاصل ضربهم 10 ماشي، هيديني 5. يبقى الصاد بموجب او سالب جذر 5. هتعوض عن الصاد بموجب او سالب جذر 5، السين هتطلع ب 2 جذر 5 او سالب 2 جذر 5. تمام. زاويتان حدتان في مثلث قائم. ما دام عندي زاويتين حدتين في مثلث قائم يبقى مجموعهم ب 90 درجه. انا لو فرضت ان الزاويتين دول ا وباء وهم حدتين في مثلث قائم، يبقى أ زائد باء ب 90 درجه. تمام. والفرق بين قياسيهما 50 درجة. الفرق ما بين الزاويتين ب50 درجة. لو جيت جمعت هطلع قيمة الألف، أ زائد أ ب2 أ، و90 زائد 50 ب140. هقسم على الاتنين يبقى الألف قيمته ب70. هعوض في أي واحدة، 70 زائد باء هيساوي 90، يبقى الباء قيمتها بكام؟ ب20. يبقى أنا عندي واحدة ب70 والتانية بكام؟ ب20. مستطيل طوله، طبعا انا حل الحاجات دي يا جماعه اصلا في الشرح، يعني انا حل المسائل دي بالظبط في الشرح. عددان الفرق بينهما 3، يبقى س ناقص ص بيساوي 3 اهو. عددين الفرق ما بينهم 3، يبقى س ناقص ص هيساوي 3. وحاصل ضربهما ب10، يبقى س في ص بكام؟ ب10. هاجي اعوض هنا، ما ينفعش هنا غير التعويض لان واحده من الدرجه الاولى والثانيه من الدرجه الثانيه، يبقى الس هتساوي 3 زائد ص. هشيل السين واحط مكانها 3 زائد ص، يبقى 3 زائد ص مضروبة في ص هيساوي 10. يبقى 3 ص زائد، هوزع الصاد، ص أس 2 هتساوي 10. وأحل المعادلتين، أحل ناقص 10 بيساوي 0.
هحلل واطلع قيمة الصاد. صاد أس 2 صاد في صاد كام في كام ب10 وطرحهم يديني 3. 2 في 5 الكبير ياخد الأوسط، دي سالب ودي موجب. فالصاد عندي لا إما ب2 لا إما الصاد بسالب 5، بس هو قال لي ماشي، هو ما قاليش لا موجبين ولا سالبين. فهناخد مرة الصاد ب2 ونعوض بيها هتبقى ب5 السين ب5، ولو خدنا الصاد بسالب 5 هتبقى السين بسالب 2. تمام. مثلث قائم طول وتر، مثلث قائم الزاوية وتر طول الوتر 13 سم، محيطه 30. اوجد طول ضلعي القائمة. تعالوا علشان المسألة دي حلوة قوي 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 ونختم بيها بقى. هو بيقول لي مثلث قائم اهو، مثلث قائم بيقول لي طول الوتر ب 13 سم، فانا هفترض ان الضلع ده بس والضلع ده بايه؟ بصاد. من نظريه فيثاغورس يا جماعه س اس 2 زائد ص اس 2 بيساوي 13 اس 2 من نظريه ايه؟ فيثاغورس. يبقى س اس 2 زائد ص اس 2 ب 169، ودي معادله طلعتها. وعندي قال لي المحيط بتاعه بكام؟ ب 30، يعني مجموع اطوال اضلاع المثلث كلها ب 30. فيبقى س زائد ص قيمتها 30 ناقص 13. تمام. 30 ناقص ايه؟ 13 هيديني 17. هيديني كام؟ 17. يبقى دي المعادله الثانيه. احل المعادلتين عن طريق الحسب التعويض. السين هتساوي 17 ناقص ص، واروح اعوض هنا عن السين ب 17 ناقص ص، هيبقى 17 ناقص ص الكل اس 2 زائد ص اس 2 ب 169، وافك واطلع قيمه الصاد وبعد كده هجيب قيمه السين. كل الفكره ان انا كنت محتاجه اديكوا التريكات بتاعه الدرس الوحده عموما، وانا قلت معظم التريكات اصلا في الاختيارات، وقلت برضو التريكات اللي ممكن تيجي في القانون العام والمعادلات، وامتى نستخدم الحذف وامتى نستخدم التعويض والكلام ده كله. واعتقد ان احنا كده ظبطنا الوحده الاولى. نحل كويس جدا، ولو محتاجين حل تمارين المعاصر سيبولي في الكومنتات ان انتم محتاجين حل تمارين الوحده الاولى في المعاصر وانا هحلها لكم. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. مبسوطه جدا ان انتم بتشجعوني دايما ودايما بتكتبوا لي كومنتات حلوه، فانا بجد بجد مبسوطه بيكم، مبسوطه ان انا بقدر اساعدكم، ويا رب دايما اقدر اساعدكم وتفضلوا موجودين كده دايما. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ان شاء الله استنونا في فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.